جماعة، مرتضى منصور بيقول لك هيعيد ماتش الزمالك والشباب. هلا، طب بسيطة يا عم. طب بدل ما نعيد ماتش الزمالك والشباب بس، ما تخلينا نتمتع يا عم وعيد البطولة. طالب اللي احنا نعيد البطولة كلها، البطولة العربية، حتى نتفرج على الماتشات من الأول ونستمتع من الأول. ويا سلام لو طالب بقى نغير مواعيدها، يبقى مية مية. تخيل متخيل يا كابتن، متخيل مرتضى منصور بيقول لك اعمل ايه؟ هعيد ماتش الشباب والزمالك عشان الزمالك اتغلب بضربة جزاء صحيح. تخيل ده فكر الرئيس النادي، مرة سحر ومرة عادي يا عم. ارحمونا، ارحمونا يا عم. خليت واحد زي شوقي السعيد طالع مع كابتن مجدي عبد الغني يقولوا الاهلاويه ما بيعرفوش حاجه عن النادي الاهلي، عن ناديهم. الزملكاويه لو سالت اي واحد هتلاقيه عارف تاريخ النادي الاهلي. كابتن مجدي عبد الغني مش هيعديها، رخم. قالوا طب يا كابتن قول لنا كام بطولة كاس مصر للزمالك. ما عرفش يرد. شوقي السعيد اللي هو ما اعرفش، انا مش فاكر لعب في الزمالك اصلا ولا ايه، كام ماتش ولا ايه انجاز ولا حتى ايه، هو لولا بيعمل الكلام دوت عشان الترند ما كناش نعرفه. بيقول لك ما عرفش. طب يا عم لما انت مش عارف ولما انت كده يا عم بتتكلم ليه؟ لما انت ابيض وبلاطه بتتكلم ليه؟ شوف الناس دي مشغوله في ايه. والاهلي بقى بيجهز ايه، هو وبيراميدز بيجهزوا الحرب. الاهلي الموسم الجاي جاي يموت. عمك كولر بيجيب صفقات نار. يعني الراجل بس ايه هيعلن الحرب. وتقديمه اسطوريه لرضا سليم والمهاجم اللي جاي ومليونان وقصه طويله. ده ليله هتبقى ليله هتبقى ليله طويله وليله كبيره وليله سودة على دماغكم. الاهلي مش هيسيب حد. وبعده بيراميدز زي ما قلنا قبل كده في فيديو قبل كده. بيراميدز بيجهز كويس وزد وفيوتشر. اخ، ده احنا نسينا طب والزمالك هيفضل كده؟ ونعيد ماتش الشباب ونعيد ماتش ال- النصر بكره ومش عارف ايه يوم الخميس اقصد. طب يا جماعه، عامه يعني لو عاوزين نكتب في التعليقات توقعاتكم لماتش الزمالك والايه والنصر السعودي. تعليقات بس، تعليقات واقعيه. تمام. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس، ونوصل الفيديو ده لايكات واشتراكات.